واشنطن الذي مثلت المرأة العراقية خلال المؤتمر. في تظاهرة عالمية لدعم وتأييد الدور الريادي للمرأة العراقية، أقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمرا بمناسبة عيد المرأة العالمي برعاية وحضور الأمين العام بان كيمون والقائم بأعمال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر توماس. الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أشاد في كلمته بالمرأة العراقية وجهودها الرائعة في بناء وتنمية المجتمع أمام حشد كبير من سفراء الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة وأبرز الشخصيات التي تعنى بحقوق الإنسان والمرأة. كنت قد استلمت بعض الشكاوي من مدام ميشيل باشلر، لماذا لا تشير بصورة أكبر إلى دور النساء صانعات السلام في العالم مثل العراق وسوريا ودارفور؟ وأنا أتخذ اللازم الآن بدعم النساء صانعات السلام في العراق والدول الأخرى. التظاهرة تكللت بإلقاء القائم بأعمال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر توماس كلمة أكدت على أحقية المرأة في نيل حقوقها المشروعة. كان اليوم تجمعا مهما، حيث أشدنا بالدور الذي تؤديه المرأة وخاصة بالعراق ضمن إطار ديمقراطي جديد الذي يعيشه العراق الآن. كما ألقت نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المرأة ميشيل باشلر كلمة دعت المرأة فيها إلى أن تكون جزءا فاعلا في عملية التنمية البشرية. واستمع الحاضرون كذلك إلى كلمة المرأة العراقية التي أكدت الحاجة إلى توفير الدعم والحماية للنساء اللواتي يقعن فريسة وضحية الأعمال الإرهابية، والوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للمرأة والتي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. برزت ظاهرة استغلال النساء لتنفيذ أجندات سياسية إرهابية بشعة، فأية جريمة ضد الإنسانية وأية ابتكار لأساليب العنف والاضطهاد والاحتقار للمرأة. نتحدث أن الحط من مكانة المرأة وخصوصا من قبل بعض الجماعات التي تمتهن الإرهاب وسيلة للبلوغ غايات سياسية. هذا اليوم يتطلب من المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحقوق المرأة للتوقف طويلا أمام هذه الظاهرة الغريبة ومعالجة آثارها المدمرة عبر توفير الدعم والحماية للنساء اللواتي يقعن فريسة وضحية مثل هذه الأعمال القذرة. لقناة الفيحاء من داخل مبنى الأمم المتحدة، نيويورك.